الفنان صلاح السعداني ممثل مصري، اتولد 23 أكتوبر 1943 من مواليد محافظة المنوفية، حاصل على شهادة بكالوريوس الزراعة. توفى يوم الجمعة 19/4/2024 رحمه الله. ربنا يصبر أهله وكل محبيه. من الممثلين اللي سابوا بصمة في شغلهم، مش بس كده، من الممثلين القلائل اللي سابوا سمعة طيبة بعد وفاتهم. هو من النجوم اللي رحلوا عن عالمنا وصفحتهم بيضة. أتذكر وأنا صغير من حوالي 10 سنين كده، كنت باستمرار بشوفه بيتمشى في منطقة الهرم، تحديدا على الطريق بتاع شارع الهرم. كنت كل ما أشوفه حتى أستغرب، لدرجة ما اتعودت إني أتمشى في نفس المواعيد اللي هو بينزل فيها، على أمل إن أنا أشوفه وأتأكد هو ده صلاح السعداني ولا لأ. لدرجة إنه في مرة هو اللي التفت لي وقال لي سلام عليكم. عامل إيه؟ ده من كتر ما بيشوفني تقريبا كل يوم. وساعتها أنا اتكسفت جدا. تاني يوم قابلته وسلمت عليه، واكتشفت ان الناس يعني طبيعي جدا وعفوي جدا وما يحسكش حتى ان هو اكبر منك، حتى لو هو فعلا اكبر منك قيمة وقامة. هو بقى من الناس دي. انا كنت بشوفه حرفيا ماشي بكيس اللب بيأزأز فيه وبيتسلى وهو ماشي في الشارع، وده اللي خلاني استغرب، انت يعني صلاح السعداني، وده حببني فيه اكتر. طبعا بالاضافه ان محدش يقدر ينكر مساهمته بكم الاعمال المحترمه اللي اتعرضت في تاريخ السينما المصريه، واللي موجوده طبعا في وجدان الشعب المصري والشعب العربي كله. محدش يقدر ينسى دوره في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، ومسلسل أرابيسك، وحلم الجنوبي، والعيال الحلمية، ومسلسل عمارة يعقوبيان. وبالمناسبة هو كمان صديق مقرب للفنان عادل إمام، يعني هو صديق دراسة قديم كمان. لذلك خبوا خبر وفاة الفنان صلاح السعداني عن الزعيم بسبب ظروفه الصحية، واللي طبعا عرف يعني صديق عمره، ودخل في نوبة من الحزن الشديد على صديقه، أشبه كده بالمشهد اللي عمله لما راح زار الفنان سعيد صالح في فيلم الزهايمر. يعني صدمة كبيرة لما تخسر أعز أصدقائك وأعز أحبابك كمان. توفى الفنان صلاح السعداني اللي تنبأ بالعصر اللي احنا عايشين فيه ده. لو حد فيكم شاف فيلم صراع الأحفاد وشاف آخر مشهد في الفيلم وصلاح السعداني بيتكلم مع الناس والناس مش مدياله أي اهتمام، وده كان بيدل على إن قاع المجتمع من الجهلاء والسفهاء هيكونوا في يوم من الأيام من صفوة المجتمع. حجازي ملوش ذنب، انتوا ضحك عليكم بحتة يافطة. ارجموا غباوتكم يا أغبياء. مطلوب التكامل. التكامل فوق رغبتكم المجنونة في الكسب السريع والسهل هي اللي دمرتكم. ليه وثقتوا في شخص؟ ثقوا في بنك؟ ثقوا في مؤسسة؟ يا أغبياء يا كسالى. توفى الفنان صلاح السعداني عن عمر 80 سنة، ولا صحة للإشاعات اللي قالت إن هو توفى بسبب وعكة صحية أو بسبب المرض الفلاني أو الكلام بتاع البروباجندا والشو الصحفي ده. الله يرحم النجم صلاح السعداني، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان وكل أحبابه، ربنا يصبرهم يا رب. السلام عليكم.